ما يكون. ايه المطلوب اكتر من كده يعني الحقيقه؟ ولاعيبه النادي الاهلي في منتهى الادب خرجوا على يعني غرف ملابسهم. ده مش منظر ملعب كوره، دي سويقه تقدروا تقولوا. ده يعني مش معقول، مش مقبول. والنادي المصري مش قليل ان كل جماهيره تنزل ارض الملعب احتفالا بفوز، وكل الجماهير مش عارف رايحه على فين. احتفلوا بحسام حسن زي ما انتم عايزين، احتفلوا بابراهيم حسن، اعتداء على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، واللي بيحاول يخلصها الحقيقه هو الكابتن ابراهيم حسن. دي مش اجواء كره قدم لا من قريب ولا من بعيد، دي مش اجواء رياضه لا من قريب ولا من بعيد الحقيقه. وانا لم اكن اتصور ابدا ان يكون احتفال الجمهور المصري بالشكل ده. خليكم تتكلموا على الامن كتير عشان الشكل يبقى باللي انتم شايفينه ده قدامكم. كل الجماهير في الملعب الحقيقه، وطبعا لا احد يستطيع ان يتخذ اي قرارات. المصري عمل مباراه ولا اروع وفاز عن جداره واستحقاق، لكن هذا المشهد مشهد غير اخلاقي وغير رياضي على الاطلاق، ولا احد ابدا يرتضيه لا من جمهور المصري ولا من جمهور الرياضه في مصر ولا خارج مصر. والصوره برضه هتتنقل الناس كلها الاف مؤلفه في ارض الملعب الحقيقه بشكل يخض، بشكل مرعب جدا جدا جدا، بشكل مسيء جدا جدا جدا. يعني رغم النداءات ورغم الحمد لله المباراه عدت على خير، لكن ما يحدث الحقيقه ابدا ما يكونش هو الخير لا لمصر ولا للكره المصريه ولا للرياضه المصريه. كل اسف وكل اسى على هذا المشهد، كل حزن وكل الم على هذا المشهد، هذه الجماهير الغريبه جدا. فيصل يقول لنا ايه اللي بيحصل في الملعب. اتفضل يا فيصل. كابتن شوبير، ملعب بورسعيد ملعب المصري امتلأ بالجماهير، وكل جماهير المصري تقريبا خاصه جماهير الدرجه الثالثه والجرين ايجلز بتتجه ناحيه جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بترجع لورا في المدرجات قدر الامكان في تبادل اطلاق صواريخ وشماريخ والعاب ناريه الحقيقه. ويمكن الاضواء كمان بتاع الملعب بدات تنطفئ، واعتقد ان احنا امام مقدمه لكارثه بمنتهى الامانه كابتن شوبير الحقيقه، لانه حاله من الضرب العنيف، من الضرب الشديد في تبادل زي ما قلت لحضرتك القاء صواريخ من جانب جماهير المصري اللي احتشدت تماما امام مدرجات التراس اهلاوي. التراس اهلاوي بيحاول الهرب من كل المنافذ الممكنه والمتاحه، وبيحاولوا يخرجوا. اعدادهم بدات تقل لانه حتى هم خايفين لو خرجوا بره مش عارفين ايه اللي مستنيهم ومين اللي مستنيهم. واعتقد انه حضرتك سامع ضرب الصواريخ والشماريخ والالعاب الناريه. مدرج النادي الاهلي يعتبر مشتعل بالنار يا كابتن شوبير، مشتعل حال الالعاب الناريه اللي صارت فيه. انا معاك على الهواء وعارف اقول ايه بعد اذنك، وانت بتبلغوا على الهواء انا بقول لك عارف اقول ايه. بلغوا ان جمهور الاهلي شتم البلد دي قبل ما تنقل الاحداث كامله. بلغوا ان جمهور الاهلي علق يافطه كتب عليها. سامع بلغوا الكلام ده انتوا ما في امانه، ما في امانه عندك. وانت بلغوا ان جمهور الاهلي شتم البلد وقال اللي ما فيهاش رجاله. يعني هم عايزين يقولوا انه جماهير الاهلي اللي بدات يعني يمكن حضرتك سامع. نعم. لكن الملعب ممتلئ عن اخره بالجماهير. الصوره قدامنا يا فيصل، وبس اللي انا شايفه انه مدرجات الاهلي تقريبا يعني اصبحت شبه خاليه يا فيصل من الجماهير. جماهير النادي الاهلي اتكدست في السطرين الاخيرين او السطرين اللي فوق قوي من المدرجات والمقاعد بتاعتهم الحقيقه، لانه زي ما بقول لحضرتك هم خايفين يخرجوا بره ومش قادرين يبقوا في اماكنهم. بيحاولوا يعملوا اي حوائط صد باطلاق برضه بعض الصواريخ بعض الشماريخ. لكن اعتقد ان القصه دلوقتي في بدا طوب وزجاجات تيجي من الخارج على مدرجات النادي الاهلي. واعتقد انه جماهير المصري نصها بيتفرج، وبعض الجماهير بتحاول تقتحم المكان على جماهير الاهلي بتنتقل من مكان لمكان داخل نفس المدرجات. يعني بتحاول تعمل عمليه حراك كده، بداوا يتجمعوا كلهم اهوت في جزئيتين اتنين بالظبط من